هعمل معاكم وصفة وراك فراخ بالبطاطس في الفرن وجزر. بنتبلها كده بالملح والفلفل وبنشوحها تشويحة في السمن والزيت، وبعد كده بنحط مكانها البصلة وبنحط عليها البطاطس والجزر وبنقلبهم، وبعدين بنضيف لها التوابل، معلقة زبدة تاني كمان اهي زودناها. بنضيف التوابل ملح فلفل كمون شطة بهارات، شطة مهروسة اللي هي الفلفل الهريسة ده، معلقة تبس رمان نعمل صوص، ومعلقة توم، ومعلقتين ليمون، ومعلقة عسل أبيض، ومعلقة مستردة، ومعلقتين صلصة، وكوباية مية سخنة، وكبشة بقدونس. تغلي الحاجات دي ونضيفها على الفراخ في الصينية فوق البطاطس، وبعد كده بندخلها الفرن، بنرش عليها رشة بقدونس وبندخلها الفرن. بتقعد في الفرن حوالي ساعة إلا ربع. وده